قبل ما احنا نشتغل في الارضيه لازم ناخد بالنا من بواقي الجبس، سواء كان جبسن بورد او جبس بلدي. هدفع نظافه للشقه بتاعتي، والموضوع هيبقى مكلف شويه. مجموعه الجبس الجميله دي كلها، كل الكلام ده، كل الجبس ده لازم يتشال، كل الجبس ده لازم يتشال. ده طبعا الشقه مليانه، كل الجبس الصغير ده لازم يتشال، كل ده لازم يتشال. خلاص. فطبعا انا مش ممكن اكون هدفع فلوس زياده في التنظيف، خلاص، لكن هتفادى بعد كده مشاكل ممكن تحصل لي في الارضيات. قطعه جبس يعني كفيله ان هي تبهدل الدنيا بعد كده. طبعا مشاكل ان الارضيه تطرقع، او طبعا مجمعين هنا شويه حلوين. طبعا ان الارضيه بعد تطرقع من مكانها وتفك، ده ليه اسباب كتير جدا، والشائع ان هي اسباب في التركيب ومش اتباع لاصول الصناعه او عدم الاتباع لاصول الصناعه. خلاص. لكن الجبس بانواعه، سواء كان بواقي الجبسن بورد او بواقي الجبس الحي، لازم تتنضف كويس قبل ما انا افرد الرمل بتاعي. ما ينفعش ابدا ان انا افرد الرمل، طبعا الرمل ده قديم بقاله سنين هنا في الشقه، وما ينفعش ان انا افرد الرمل بتاعي على جبس زي كده. طبعا الرمل ده كله هيتنقض هيتهز كله، ونطلع كل الحاجات اللي فيه ان شاء الله وتتحط على جنب. كانت معلومه سريعه، اتمنى ان هي تكون مفيده، وارجو ان احنا دي جوه الرمله وارجو ان احنا ناخد بالنا من النقطه دي، لانها ممكن تسبب مشاكل كتير بعد كده. شكرا جزيلا.